السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. عدنا والعود احمد، وان شاء الله عدنا بالخير والهنا ان شاء الله. اليوم راح نحضروا طرطة الليمون بكريمة الليمون المنعشة، ان شاء الله تعجبكم وتحضروها لوليداتكم بمناسبة الدخول المدرسي وبمناسبة المولد النبوي الشريف اللي هو نهار الخميس بإذن الله. إذا حبيتوا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير تابعوا الفيديو إلى النهاية. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ أول حاجة البنات في الطرطة هذه لازم نبدأ بتحضير كريمة الليمون، خاطر من بعد نحتاجوها تكون باردة. هنايا واش نحتاج؟ كاس صغير ربع عصير ليمون مصفياته، وهنا كاس صغير ربع سكر عادي، وهنا كذلك لافاني، وعندي ملعقة كبيرة نتاع الليمون، وعندي 3 حبات بيض، وعندي مغرفة كبيرة نتاع المارغرين. نبدأ مباشرة في تحضير هذه الكريمة. كما راكم تشوفوا وجدت كاسرونة حطيت فيها 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، نضيف عليها هذاك الكاس غير ربع نتاع عصير الليمون اللي قلت لكم راني صفيته. هنايا ثاني كاس غير ربع نتاع السكر العادي، ملعقة وشوية نتاع لافاني باش نحي هذيك الريحه نتاع البيض، ونضيفوا هذيك المغرفة كبيرة نتاع مبشور الليمون. خلط كلش بارد في بارد كما راكم تشوفوا باش نخلط هذاك السكر يذوب وهذاك البيض كذلك يتخلط، ونديرو فوق نار مهيله. هنايا بعد ما اختارت هذيك الكريمه وصلت لهذا القوام، نحيها على النار ونحاول اني نفرغها في صفايه بهذا الشكل باش نصفيها بالكامل ونتخلص من اي شوائب نتاع الزست هذاك ولا نتاع البيض. كما راكم تشوفوا نصفيها مليح، نحاول نخرجها في هذيك الصفايه ونخلي غير هذاك الفتات اللي يقعد لي من الفوق، هذاك نتخلص منه نهائيا خاطر الكريمه نتاعي نسحقها تكون ليس فوق الطورطه. هنايا الكريم نتاعي نضيف لها ملعقه نتاع المارغرين، وعندي كذلك ضفت لها هنايا نعزز النكهه تاع الليمون، ضفت لها معطر الليمون اللي هو في نفس الوقت يعطي لون اصفر. نحاول هنا نغطيها ببابي فيلم، نحاول اني هذاك البلاستيك يلامس سطح الكريمه باش ما يديرليش اي قشره من بعد، باش ما تفسدليش لاكريم نتاعي. نحطها في الثلاجه باش تبرد، ما نديرهاش في الكونجيلاتور، نحطها غير من تحت باش تبرد لي، بخاطر من بعد حنحطوها فوق لاكريم شانتيي ما لازمش تذوب لي. كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هنايا البنات راح نحاول اني نحضر الكيكه نتاعي. هنا الكيكه كل وحده تدير الطريقه اللي موالفه تديرها ومعتمدتها. هنايا انايا ندير هذه الطريقه، عندي 4 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، عندي مغرفه كبيره نتاع زست الليمون، وعندي مغرفه صغيره نتاع معطر الليمون اللي قلت لكم قبيله ثاني فيه اللون في نفس الوقت، وعندي كاس غير ربع سكر، وعندي كاس غير ربع زيت، وكاس غير ربع حليب ولافاني. هنايا نبدا في طريقه التحضير. هنا راني ضفت كاس غير ربع سكر عادي، نخلط مليح بالباطور. هنايا البنات اذا ما ضفتوش هذاك المنكه ولا هذاك الملون راهي تقعدوا تخلطوا فيها حتى هذاك البيض يولي تقريبا ابيض باش تعود لك خامه عفوا تعرفي باللي البيض راهو مخلط مليح كيولي ابيض. هنا انا كي درت السكر عفوا الملون هذاك راني على بالي بلي حيقعد اصفر. هنايا الزيت كما راكم تشوفوا راني نضيف فيه خيط، وفي نفس الوقت راني مشغله الباطور نتاعي راني نخلط ونضيف فيه حتى نكمل هذيك الكميه اللي هي كاس غير ربع. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نعاود نخلط مليح مليح، نمزج هذيك المقادير كامله مع بعضها. كما راكم تشوفوا هنايا نضيف كذلك كاس غير ربع نتاع الحليب، لازم يكون ثاني حتى هو بدرجه حراره الغرفه، وعندي هنايا ملعقه وشويه نتاع لافاني. نخلط مليح ثاني يمتزج كل شيء مع بعضه بهذه الطريقة. هنايا البنات نبدأ نضيف في الفرينة أول كاس نتاع الفرينة وزوج أكياس نتاع خميرة الحلويات، ونبدأ نخلط بالمغرفة غير بالعقل. كما راكم تشوفوا نبدأ نخلط بشوية. هنا البنات راني ضفت كاس واحد آخر والمقطع راح لي، ونضيف دركا
نص كاس، يعني الكونتيتي اللي هزتها لي هذا الطورطه 2 كيسان فرينه ونص. راهي كل وحده ولا فارين تاعها، ممكن لا فارين تعود تشرب وكاين لا فارين ما تشربش. انا هذه لا فارين اللي استخدمتها هزت لي 2 كيسان ونص. يعني دوكا كي وليت للتسجيل تاع الفيديو لقيت الكاس الاول خرج في التصوير والكاس الثاني كذلك، ودوكا راني نضيف في نص كاس، ما نلحقش نص كاس قد ونخلطو مليح كيما قلت لكم بالمغرفه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ونكون وجدت الصينيه نتاعي اللي حندخلها الفور، نكون دهنتها بالزيت مليح وغبرتها مليح بالفارينه وخاصه من الجوانب، ونفرغ فيها الخليط نتاعي وما نخبطوش مليح. تشوفوا فيا كيفاش راني نهبط فيه بلا عقل. وهنا الفور نتاعي ثاني راني سخنته، ندخل الطورطه تاعي هنايا. بعد ما طابت الطورطه هذا هو الشكل النهائي نتاعها. كنت حضرت انايا شربات، درت 2 كيسان ماء مع كاس سكر وطرونش تاع قارص، درتهم فوق النار. وكل تعرفوا تحضروا الشربات كل واحد كيفاه حتى توصل درجه الغليان، ونحسب لها 20 دقيقه ونطفي. هنايا راكم تشوفوا فيا كيفاش ثقبتها بعود الشواء باش تدخل الشربات لداخل، وهاني ندهن فيها. هنايا البنات راني نحضر الطبقه نتاع لا كريم شونتي، الطبقه الاولى. انا دائما على حساب لا كريم شونتي ما نمدلكش مقادير قد انا ندير نص كاس حليب بارد مليح مع نص كاس غبره الشونتي. دوكا قادر ديري هذه المقادير وتجيك حاكمه روحها مليح، وقادر ديريها تجيك مايها. وبالتالي انا هنايا درتهم كيف وخلطت، وبديت نضيف الحليب بشويه. لقيتها باللي خاثره مليح ثقيله، زدت لها الحليب كما تشوفوا في القوام نتاعها مليح. يعني درت نص كاس ونص كاس واحد اخر تاع لا شونتي، ومن بعد ضفت شويه حليب. تقريبا جاني كاس غير ربع حليب بارد ونص كاس كريمه شونتي. نحاول اني نسويها فوق سطح الطورطه تاعي، لازم نخليها تبرد مليح وتتشرب هذاك الشربات اللي حطيته لها. كما راكم تشوفوا نعدل لها وجهها مليح. هنايا لا كريم تاعنا، شوفوا البنات كيفاش راهي ليس، نحيت لها البلاستيك وخلطتها غير بالمغرف. وتشوفوا كيفاش راني نحط فيها عشوائيا، ما تحطوهاش البنات على جهه واحده ومن بعد تبداو تميلوا في البلاطو تاعكم، لا حطوها بهذه الطريقه. هاكم تشوفوا كيفاش نحط فيها عشوائيا، ومن بعد وليو عدلوا فيها غير بالمغرف هكا، تولي تتسقم لكم عادي ويتغطى كامل هذاك السطح نتاعها، وفي نفس الوقت ما تفسد لكمش لا كريم شونتي. هنايا كل ما كانت لا كريم تاعكم بارده ما يفسد لكمش لا كريم شونتي ويخرجوا لكم الطبقات مسقمين. كيما راكم تشوفوا الطريقه كيفاش راني نملى الفراغات بالمغرف غير بالمغرف. على بها قلت لكم حطوها عشوائيا، ما تحاولوش تحطوها على جهه واحده وتميلوا الصينيه نتاعكم. كيما راكم تشوفوا هاني نعدل فيها غير بشويه. هاكم تشوفوا باللي ما كانش بلاصه، سينو قادر ديري هذيك الطريقه تحطيها على الجنب وتميليها، ما تغطيلكش كامل الطورطه وتعاودي تعشي تزيدي كونتيتي وحده اخرى. اما الطريقه هذه اسهل. هنايا جبت هذه القاروره هذه مكتوب فيها توبينغ، فيها كريمه تاع الشوكولاته اللي نديروا بها التحليات. راني نحاول اني ندير فيها خطوط افقيه كما راكم تشوفوا. وهنايا راني جيت في الاتجاه المعاكس، راني ندير بالكيردون كما راكم تشوفوا خط رايح وخط جاي باش نتحصل على الشكل هذا نتاع الملفاي. الناس الكل تعرف تخدموا بهذا الشكل. وهنايا البنات نعاود ان كي نكمل تشوفوا الشكل النهائي نتاعها كيفاه جا، كيفاش راهي طبرق لا كريم تاعنا كي تصفيها تشوفي النتيجه مرضيه جدا. هنايا نعاود ندخلها الثلاجه خاطر هذه الطورطه تتكل بارده، نعاود ندخلها للثلاجه. وشوفوا بعد ما قصيتها شوفوا كيفاش الطبقات، تشوفوا كيفاش راهي مشربه وكيفاش راهي بارده ومنعشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها كامل في هذا المولد باذن الله، وتستفادوا وتعجبكم وتنال رضاكم وتعتمدوها بما انه فصل الشتاء جاي. ونلقاكم في فيديوهات اخرى باذن الله، والسلام عليكم.